السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيد الوزير، عندي سؤالين إذا كان ممكن. الأول هو فوقاش الحكومة غتعلن على الزيادة في القنينة ديال الغاز؟ هل هذه الحكومة لا تستطيع لحد الآن أن توضح الرؤية في هذا الموضوع؟ ثانيا، بالنسبة للعيد الأضحى، عيد الأضحى بدأت الأغنام بأثمان صاروخية، وليت الحولي بالمتوسط 4000 درهم الواحد. واش ما كاينش اجراء للحكومه يمكن لها تهبط للمواطن البسيط هذه الاثمنه؟ شكرا. موضوع الغاز انا تكلمت عليه في الاسبوع الماضي، قلت ما قبل الماضي على ما اعتقد، قلت لا زياده في اسعار الغاز في الوقت الراهن، وقلت منين غادي تكون شي حاجه حنا غنتواصلوا عليها عبر القنوات اللي حنا كنتواصلوا بخصوصها في كل مره. بل الان بخصوص الموضوع ديال الاستيراد، اولا يجب ان نتفق احنا ببلادنا كنا في السنوات الماضيه يعني هذه المساله ديال الاستيراد ما كانتش يعني متاحه. لماذا؟ لانه الغايه والهدف ديال الحكومه هي حمايه القطيع الوطني. حينما احست الحكومه بان هناك يعني خصاص فتحت هذا الاستيراد، يعني احنا ما عندناش مستوردين يعني متخصصين في هذا الموضوع هذا كبار، فقط هناك مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال. تعملت واحد التجربة السنة الماضية، قلت بأنه النتائج اللي تحققت ماشي هي النتائج اللي ترسمت، باش نكونوا متفقين. فهاد السنة هذه تفتحات واحد 300,000. السيد الوزير المعني تكلم على 300,000 وحدة أخرى إضافية، وأنا أعتقد بأن كل من له الرغبة في المساهمة في هذه العملية راه يستطيع المساهمة فيها عبر هذه الاجتماعات الأخيرة التي ترأسها السيد الوزير المعني، من أجل أنه نساهموا مساهمة كبيرة، خاصة أن الوقت الآن يعني أصبح يعني كيدركنا جميعا باش نقدروا نوصلوا لهذه الأرقام هذه ديال الاستيراد، ونساهموا مساهمة في توفير يكون العرض الوطني يعني متميز في هذا المجال. الآن الإجراءات الحكومية اللي قامت بها الحكومة من أجل مواجهة التضخم، احنا اولا يجب ان نتفق بانه التضخم اللي عرفته بلادنا هذه شهور ماشي هو التضخم اللي سنعيشه الان، باستثناء بعض المواد. التضخم كان في الشهور السابقه بنسب كبيره جدا، والحكومه خصصت امكانيات كبيره جدا. صندوق المقاصه في 22 احنا راه وصلنا لارقام خياليه جدا، احنا كنا في حوالي 40 مليار ديال الدرهم، يعني رقم مهم جدا. هذا خصص لدعم مواد نعرفها جميعا يتدخل فيها صندوق المقاصه. الدعم اللي توجه للمهنيين ديال النقل راه حنا تقريبا في حدود الى هذا الشهر هذا راه واحد 8 المليار ديال الدرهم خصص للنقل. من يستفيد من هذا النقل؟ الاشخاص الذين يستعملون النقل العمومي والنقل ديال ما بين الجهات، النقل البري اللي كيديروه هذه الشاحنات التي تحمل هذه المواد اللي حنا كنعرفوا بانها خضعت لواحد التقلبات في فتره معينه. ايضا الدعم الذي خصصته الحكومه والمتمثل في 10 ديال المليار ديال الدرهم من أجل دعم جملة من المدخلات الفلاحية، من أجل تخفيض المواد الفلاحية التي يستهلكها المغاربة. فهذه الإجراءات زيد عليها إجراءات واحدة أخرى متمثلة في الرسوم اللي زالت، وأيضا الدعم ديال جملة من المواد. فهذه الإجراءات كلها الهدف منها كان هو نتحكموا في نسب التضخم بشكل كبير جدا، وهذا هو اليوم اللي مع هذه الانخفاضات اللي تحققها نسب التضخم في بلادنا، واللي شهدت بهم مختلف المؤسسات التي تقوم بمراقبة وإصدار تقارير في هذا الموضوع، تبين فعالية ونجاعة هذه الإجراءات الحكومية.